انتاج مصر في الاسمنت توقف بسبب حريق هذا الونش. فلما هو، خلي بالك بقى ريفرس انجينيرنج، ان هو يعلم ابنه بدون ما يديله موعظه، بدون ما يقول له يا ابني الانسان الكفاح الحياه، لا، انا كل اللي عرفته وانا عندي 9 سنين ان هو وعد انه هيعمل حاجه ما يعرفش عنها اي حاجه وسلمها. ده من الجات فيلينج ومن القدره. ففهمني نظريه السوبرمان اللي انا اعتنقتها، لانه لقيت انه اي شيء انت هتخلص له ونيتك تبقى وفي السكوب بتاعك طبعا. انا ما اقدرش مثلا انا ابقى اغني ام كلثوم وانا صوتي وحش يعني، ما لكن في النطاق الهندسي بتاعي بقول وات اف واي نوت. امي كان علاقتها يعني ربنا اداها العمر بعديه بمده طويله فاتهنيت بيها، لكن ابويا مات بدري وانا ما قدرتش اقعد معاه، ما قعدش معاه. فهو كان نفسي اقعد معاه، كان نفسي ادلعه. اينشتاين. هتقول له ايه؟ هقول له ينقض لي نظريات ستيفن هوكنز في المالتيفيرس، لان دي حاجه بالنسبه لي مهتم بيها جدا جدا، وبتحل لي مشكله كبيره في كينونه الاحلام وكينونه الديجافو وكينونه الميريت والديزرت، الاستحقاق، نظريه الاستحقاق اللي محيراني جدا. انه ليه انا استحق المكان اللي انا فيها، اتولدت بيها. انا اتولدت في مكان مناسب في وقت مناسب بموهبه مناسبه مع اب وام مناسبين عشان ابقى عمرو حلمي ومايكل انجلو وستيف جوبز واينشتاين اتولدوا بنفس هذه المواصفات في الوقت المناسب. عارف التوقيت الميلاد نفسه هو العبقرية في توقيت الميلاد. عاوز ابقى صادق، عاوز ابقى يعني لو كنت تعيس في حياتي كنت قلت لك انا تعيس، لكن يعني لو تشيل مني حتة القلق هبقى اسعد انسان في التاريخ. بس هي عندي قلق 24 ساعة، لان هي دي النقطة المحورية في الشغلانة او في الموهبة. الموهبة اللي هي ملهاش علاقة كمان بموهبة الرسم، اللي هي موهبة الإدارة، موهبة واحد زي بيل جيتس أو ستيف جوبز أو إيلون ماسك. هي الإلهام بيجيبه منين؟ إن هو يعمل ويندوز ولا يعمل أبل ولا يعمل تسلا. مع عمرو حلمي، وموضوع جدلي عن هل الإنسان مسير ولا مخير؟ هل الإنسان مسير ومخير؟ هل الإنسان طول الوقت مسير ولا هو طول الوقت مخير؟ ولا زي ما بيقول الإنسان جاي ينفذ سيناريو مكتوب اوريدي على الأرض؟ تعالوا نشوف. أنا وأنت اتكلمنا عن موضوع التخيير والتسيير. أنت عندك وجهة نظر جميلة جدا، وهي إن إحنا جايين ننفذ سيناريو اوريدي موجود ومكتوب، وبتقول إن فكرة التخيير مش موجودة، صح كده؟ إحنا بننفذ حاجة اوريدي كتبت. أنا بقول لك إن فكرة التخيير موجودة. اختلافنا طلع حاجة حلوة قوي، فاحنا هنكملها لايف مع الناس. انا كانت وجهة نظري ان لو انا النهاردة كتب علي ان انا ابقى حرام، انا ذنبي ايه؟ خلاص انا جاي بنفذ حاجة كتبت لي. فانتوا كمجتمع بقى ما تزعلونيش مني، ما حدش يلومني. وليه تدخلني في النهاية نار؟ ما انت كتبت علي ان انا اقتل، ما انت كتبت علي ان انا افسد. طيب وليه فكرة الحساب؟ طب ما انت اللي كاتب علينا كل واحد يبقى ايه، كمان هتحاسبنا. ده اللوجيك بتاعي. معرفش، اتفضل رد عليه.
هرد. اكيد ان ربنا لما خلق الكون وعمل القصة بتاعت الحياة وقصة البني آدم والكون، عملها من البداية والنهاية قصة محبوكة بتفاصيل. احنا نرى القدر بالمفهوم البسيط، انه ان مثلا الحملة الفرنسية قدر، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نزوله قدر، انه الشيطان ان هو لا يسجد لآدم قدر، ان يوم القيامة لا انا مش قدر. شايف ان هو قدر طبعا. دور الشيطان مهم جدا في الكتابة. ليه؟ لأنك أنت أساس الدراما بروتاجونست وأنتاجونست. البروتاجونست هو البطل بيتوزن بأنتاجونست. الكاتب الشاطر لازم يكتب دور لازم يكتب دور الشرير بطريقة حلوة. يعني الراجل اللي هو بيمثل الشر او الضد لازم يكون يعني ما تحترم الشرير، تحبه. يعني ليه مش تحبه كحب بس، انت ان هو راجل هيدمر العالم، هيكسر الدنيا، هيعمل الى اخره. فالشيطان هنا دوره محوري، طول اساسي في الصراع ما بين الخير والشر في هذا العالم. وتيجي انت تقول لي كان له اختيار ان هو يبقى طيب ولطيف ويسجد لآدم، وتوتة التوتة فرغت الحدودة، قفل يا عم وخلص وطلع يوم القيامة واكتب النهاية. في كل الأشياء دي بالنسبة لي قدرية. تعالى برضو أقول لك على إيه اللي أنا بستفاده من الفكرة دي في الديزاين.